السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده في ذوق الطعم. النهارده هنكمل بقى بقيه حلقات التفريزات بتاعتنا. النهارده هنفرز برتقال بلدي وفلفل الوان، وكمان هنفرز فراوله. اتمنى ليكم مشاهده ممتعه وان انتوا تجربوا الطريقه بتاعتي باذن الله. ويا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا الجرس. يلا بينا بقى. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا النهارده في حلقه جديده من ذوق الطعم. انا اول حاجه بعتذر ان انا اخده دور برد جامد يا جماعه. هتلاحظوا في فيديوهات بعد كده وقبل كده نفس ان انا زوري رايح يعني وصوتي رايح. هنبدأ النهاردة نكمل تفريزات رمضان وتفريزات السنة عموما. أنا مش بحب أسميها تفريزات رمضان قد ما هي تجهيز وتوضيب وتسهيل عليا أنا في المطبخ. يعني أنا الحاجات دي مش بس بستخدمها في رمضان، أنا بستخدمها طول السنة. بس بستغل الموسم بتاع الفاكهة والخضار إن أنا بخزنها عشان تريح عليا طول السنة. أنا النهاردة تعبت يوم متعب شوية. أنا عملت كذا حاجة مش الحاجات دي كمان، صورت معاكم كذا فيديو وعملت كذا وصفة. بس الحاجات دي هتريح عليا ايام كتير جايه، سواء كان في رمضان غير رمضان. بكره كمان عملت اكل وهيفضل منه لبكره، فحتى لو هنتعب يوم مش مشكله، هيريح ويوفر علينا الوقت كتير. انا فرست معاكم قبل كده القرنبيط، وفرست معاكم الكيوي والبسله. عملناهم بطريقتي، وان شاء الله هنفرز لسه حاجات تانية. النهارده انا لقيت صبح كده حلو. وانا راجعه من المدرسه، انا بودي الولاد المدرسه، برجع بلاقي الراجل بتاع الخضار جايب الحاجات لسه طازه. فانا جبت فلفل الوان اهو، فرزته، وفراوله، وكمان برتقال. البرتقال ده بلدي مش بسره، تمام. ده انا بعمله، بفرزه. هقول لكم بفرزه ازاي، هقول لكم كل حاجه بفرزها ازاي. اول حاجه حابه بس اقول لكم على الموضوع دوت. اي درق عندكم او كوز اللي انتوا عايزين تسموه سموه، بتحطوا فيه الكيس كده وبيسهل عليكم، خصوصا لو مفيش حد بيساعدكم في المطبخ. انا طبعا ماما بتساعدني، ربنا يخليها كل حاجه، بس لو انا لوحدي وعايزه مثلا اصب حتى صلصه، بقوم لبسه الكيس كده. حتى الكريم شانتيه بعبيه بنفس الطريقه، بلبس الكيس في المعيار ده او في اي درق عندي، وبشتغل بصب الحاجه وهو بيفضل ثابت في مكانه. اول حاجه حابه اوريها لكم، هوريكم الفراوله. الفراوله انا جبتها وغسلتها كويس. ده مكان البرتقال يا جماعه، يعني مفيش مشكله، مفيش فين منه حاجه. انا بس هقطعها اتنين او هسيبها سليمه، مش هتفرق. تمام، ممكن اقطعها اتنين كده واحطها اهو في المكان اللي هنقطع الفراوله عشان ايه ما تاخدش معانا مكان في الفريزر. بحيث ان احنا بنحطها كده تبقى ايه شكلها منمق ومرتب يعني، والفريزر بتاعنا يبقى شكله كويس وكمان ياخد اكبر كميه. تمام. انا بس لازم نسيب الفراوله تصفى كويس يا جماعه، علشان ايه تبقى لما اجي اخد، لو انا عايزه مثلا مش عايزه حتى كميه الفراوله كلها، تبقى الواحده بوحدتها، ما تبقاش منزله ميه وتقعد تنزل لي ميه في الفريزر وهتبهدل الدنيا يعني. تمام. دول كيلو ونص كيلو وربع فراوله. بعد التنظيف هيبقوا حوالي كيلو. انا هقسمه على كيسين. احنا ان شاء الله هنعمل حلقه لسه جايه عن العصائر اللي احنا هنستخدمها في رمضان، اللي احنا بنعملها في رمضان، غير الفراوله والكيوي. انا هقول لكم طبعا كل واحده اضرب بيتها يعني واولادها، مش كل اللي انا بحبه وانتوا بتحبوه. طيب انا دول هكمل بقيه الكميه اهو. شوفوا ده كده نص كميه الفراوله تقريبا يعني اهو. الكيس اهو سليم. هبدا ان انا هربطه اهو. اما قطعتها شوفوا مضغوطه اهيت وشكلها لطيف. طيب هعمل ايه تاني غير الفراوله؟ طيب عندي طبعا هجيب الكيس، هوريكم الكيس انا بعمله ازاي. كيس تاني بتاع السندوتشات. عايزين طبعا تحفظوا في علب عادي اللي يريحكم. انا بس اللي عنديش طبعا، انا بفرز حاجات كتير وكده، فما عنديش علب تكفي يعني كل الكميه. اهو انا ركبت الكيس زي الفل، مفيش اي حاجه. طيب الفلفل لما نيجي نعمله، انا بقطع الفلفل تقطيعتين. التقطيعه دي خلاص يا جماعه. عملنا الكيس. الفلفل الالوان انا جبته ونضفته. انا سبت دي بس عشان اوريها لكم. بصوا احنا بنقطع الابيض ده لان ده بيمرر الاكل اهو. طبعا انا هاخد الحاجات الاحمر ده اهو، بس المهم تبقى ايه نضيفه اهو. شيل بس البذر ده، نخلص منه كده. طيب اهو انا التقطيعتين دول ليه بقى اقول لكم، دي مربعات اهي كبيره شويه طبعا عشان هو يتحط في الفريزر فبيطرى. المربعات دي انا بستخدمها في البيتزا
او اي الاستخدامات اللي انتوا بتحبوها بقى، بس مش سلطه يعني، ايه الحاجات اللي بتتسوى. تمام. خلاص انا المربعات دي للبيتزا، وكمان ده اهو الطويل ده انا بعمله بحطه في الشاورما، في الفاهيتا، في الكبده الاسكندراني بحب احط فيها فلفل الوان لو متوفر طبعا. طيب هنفرزه في الكيس هنا. تمام. الكميه اللي احنا عايزينها طبعا، دول انا هقسمهم، ودول كمان انا هقسمهم واحطهم في الكيس زي ما اتفقنا. طب هنعمل ايه كمان؟ اقول لكم انا طبعا قسمتهم على كام كيس بعد ما اخلص. عندنا هنا البرتقال البلدي اهو، انا جبته انا عامله اهو تحت، فانا هوريكم الطريقه. طبعا انا عامله كميه من قبل كده. البرتقال البلدي انا جايبه الكيلو ب2 جنيه، يعني انا جايبه 10 كيلو 5 كيلو اسفه ب10 جنيه. تمام. فانا الكميه اللي قبل كده انا عملتها قبل كده وما ما صورتهاش. انا بجيب القشره بتاعتها وبعملها بالمبشره. ممكن اوريكم بس حاجه بسيطه كده اهو، بجيبها كده بعملها بالمبشره مره، يعني مره كده لحد بس ما الابيض يبدا يبان اهو. طبعا انا مش هعملها لان انا عملت كفايه يعني. بستخدمه بقى اهو، شوفوا بستخدمه في البسكوت وفي الكيك كمان اهو. انا عملت ال5 كيلو عملوا لي علبه من صغيره، ال2 كيلو ونص اسفه عملوا لي علبه صغيره اهو. شوفوا نطلعها من الفريزر اهو. فانا هستكفي العلبتين دول كفايه قوي عندي. طبعا عايزين تكملوا مفيش مشكله. انا هجيب البرتقاله وهقشرها يعني قشره عميقه شويه اهو، بحيث ان اللحم يبان معايا اهو. طبعا انا هقول لكم انا بعمله ازاي في رمضان بقى، لان انا هفرزه واقول لكم انا بعصره ازاي. طبعا انتوا عايزين تعصروه فريش كده تقسموه بالنص وتعملوه على عصيره البرتقال مفيش مشكله، بس انا هقول لكم انا بعمله ازاي اهو. دول انا هسيبهم كده. انا هفتح البرتقاله من النص كده، هشيل بس الابيض ده اهو. تمام. وهشيل القلب اهو، السكينه دي مش شغاله اهو. هشيل القلب ده عشان ما يمررليش العصير، ومش هشيل الابيض ولا حاجه اللي في النص، مش هعمله فليه ولا اي حاجه، مش هيأثر معايا اهو. انزله تحت واعمل كده في النص التاني. طيب عايزين بقى ايه يعني؟ طبعا احنا كده طبعا ده احنا هدرنا جامد، فطبعا احنا عايزين نحافظ على نعمه ربنا يا جماعه، ويعني ما نهدرش في الاكل اللي احنا بناكله، ونحافظ يعني الحاجات غاليه، يعني نحاول نحافظ على قد ما نقدر. طيب القشر ده طبعا كله عصير ولسه فيه القلب وكده، انا ايديا مغسوله زي الفل. هبدا ان انا اعصر كده البرتقال كده لحد ما انزل كل القشره العصير اللي فيه من غير ما اهدر. تمام. هعصره كده واخلص كل الكميه اللي عندي وارجع لكم. خلاص يا جماعه انا خلصت كل كميه البرتقال، وكمان عبيت بقيه الفلفل، وكمان الفراولة. دول كيلو فراولة بعد التنظيف، هما كيلو وربع، عملوا معايا كيلو بعد ما تنضف، كل كيس نص كيلو. ودول كيلو فلفل الوان، عملت 3 اكياس مربعات وكيسين شرائح. ودول 2 كيلو ونص برتقال، عملوا معايا كيسين. كيس البرتقال ده بيعمل معايا لتر ونص عصير. تمام. انا كنت جايبه برتقال قبل كده اللي انا كنت عامله منه القشر او الزست ده، وعملته فريش الاولاد بنشربه دلوقتي في الوقت ده. تمام. ال5 كيلو برتقال، يعني خلينا نتكلم على النص اللي هو ب5 جنيه. 5 جنيه اللي هو 2 كيلو ونص برتقال، عملوا لي كيلو ونص عصير بس. يعني ب5 جنيه طلعوا لي كيلو ونص عصير. انا جبت دول ب5 جنيه هيعملوا لي 3 كيلو عصير، فده طبعا موفر، وكمان سهل في التخزين ان انا اخزنه واستهلكه في رمضان. احنا بنحب عصير البرتقال، فانا هجيب لسه كمان كميه على دي. بس انا يعني ايه، انتي لو خصصتي كل شهر 50 جنيه او كل اسبوع 50 جنيه على حسب ميزانيتك طبعا. لو خصصتي كل اسبوع 50 جنيه ان انت تخزني الحاجات، سواء كانت خضار سواء كانت فاكهه، مش هتحسي بيهم. لكن انا لو رحت جبت كيوي وفراوله ومانجا وفلفل و الى اخره وقعدت طول الشهر، طب انا هكمل شهري ازاي؟ هكمل ميزانيتي ازاي؟ فانا كل اسبوع بجيب حاجه. الاسبوع ده انا جبت الفراوله دول ب15 جنيه، ودول ب20 جنيه، يبقى كده ودول كمان ب5 جنيه، يبقى دول كده عاملين 40 جنيه. وقبل كده الاسبوع اللي قبله عملنا الكيوي والبسله ب50 جنيه. فكل اسبوع 50 جنيه من جنب المصاريف بتاعتك علشان رمضان وعشان الصيف، لان الصيف الدنيا بتبقى حر.
وكمان رمضان صيام، فده هيسهل عليا حاجات كتير، بدل ما انا اقعد انضف ولما ملاقيش حاجه عندي في الفريزر ان انا اعملها. ادي عصير اهو، النوعين عصير، والنوع التالت الكيوي. وكمان انا مخزنه المانجا، لما هينزل طبعا موسم المانجا هنخزنها سوا، بس طبعا رمضان جاي النهارده قبل اوان المانجا، فاحنا هنعمل العصير اهو. اتمنى تكون طريقتي النهارده سهله وبسيطه وتكونوا يعني استفدتوا بيها. الثلاث حاجات دول يا جماعه مليانين فيتامين سي، طبعا الفايده بتاعتهم بتقل في الفريزر عشان نبقى واضحين، بس افيد من حاجات كتير. يعني بدل ما نجيب العصاير اللي هي البودره دي وندوب و الى اخره، طبعا الحاجات دي افيد للولاد، فيتامينات ملهاش حصر. لو قادرين ناكلها فريش طبعا يا ريت ناكلها فريش، بس انا الجزء دوت انا هستخدمه ان انا افرزه، وده كمان عندي غيره في البيت طبعا بستخدمه في يوم العادي، بحاول ان انا استخدم فريش على قد ما اقدر، لكن في الصيف مش هلاقي الحاجات دي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وسهله وظريفه كده يعني، ويا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم حلقه تانية، سلام عليكم.